السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة 7 صنايع، واستكمالا لسلسلة حلويات العيد اللي أتمنى تكونوا تابعتوها. هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف لو حابين ان انتوا تطلعوا عليها. النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر، بسكوت هش ومقرمش ومفرغ ومحتفظ بالنقشة بتاعته، ما انتفخش اكتر من اللازم ولا نحس ان هو من بره اخد لون ومن جوه لسه ابيض او لسه ني. هنشوف ايه المقادير المظبوطة اللي نعمله بيها وكمان طريقة التسوية المظبوطة. تابعوا الفيديو للاخر، ان شاء الله الفيديو يعجبكم ويكون مفيد بالنسبة لكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتنا الجديدة. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. ودي المقادير اللي معانا هنا كيلو من الدقيق، تقدروا تستخدموا دقيق كحك وبسكوت او دقيق فاخر زي دقيق الضحى، وده اللي انا استخدمته النهارده. معايا كمان 4 بيضات وكوبايه ونص من السمنه اللي هما هيبقوا 300 جرام، وكوبايتين من السكر البودره ودول 320 جرام. وعامه هسيب لكم كل المقادير بالكوبايه والجرامات في صندوق الوصف. معايا كمان نص كوبايه من اللبن 120 جرام، وكيس بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة من النشادر، وفانيليا. ولو حابين بقى تستخدموا الروايح، معانا هنا روح برتقال وروح جوز الهند، او تقدروا انتوا تستبدلوها باي روايح تفضلوها. اول حاجة في بولة هضيف السمنة، والسمنة بتاعتي بتبقى ساقعة طالعة من التلاجة. وبعدين هضيف عليها السكر البودرة، هقلبهم مع بعض عشان لما اخفقهم بالمضرب السكر ما يطرش في كل حتة. وبعدين هخفقهم الاول على السرعه الهاديه لمده دقيقتين لحد ما يندمجوا، وبعدين هعلي السرعه لمده 5 دقايق تقريبا لحد ما القوام بتاع الخليط بتاعي يبقى كريمي. هضيف بقى الفانيليا والروايح بتاعتي وهخفقهم كده، وبعدين هبدا بقى اضيف البيض عليهم بيضه بيضه عشان ما هبطش الخليط بتاعي بعد ما الهواء يكون دخل فيه. فهضيف البيض تدريجيا. اول ما البيضه اللي انا ضفتها تندمج هضيف البيضه اللي بعدها، وهكذا لحد ما اخلص كميه البيض اللي معايا. زي ما انتم شايفين كده بضيف البيضه بعد ما تكون اللي قبلها اختفت من الخليط. بدمجهم بقى مع بعض كويس، وده بيكون قوام الخليط بتاعي. زي ما انتم شايفين قوامه كريمي كده. هبدا بقى اضيف البيكنج باودر على الدقيق واقلبهم كويس مع بعض. وهضيف الدقيق تدريجيا عشان برضو ما هبطش الخليط بتاعي، مش هضيف الكمية مرة واحدة. هضيف جزء ولما اقلبه كده ويختفي هضيف الجزء اللي بعده. ودايما نخلي اخر جزء من الدقيق كده، اخر نص كوباية مثلا نضيفها لما نحتاجها. يعني لو حسيت ان الخليط اكتفى بكمية الدقيق اللي انا حطيتها له مش لازم اخلص المقدار. اهم حاجة ان يكون الخليط عندي تماسك ووصل للشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، سواء بكمية الدقيق كلها او باقل منها او ازيد على حسب الخليط ما يحتاج. هبدأ بقى ادمج العجينة وعجنها بايدي لحد ما تلم معايا وتبقى عجينة متماسكة. هحس ان العجينة جامدة شوية. طبعا لسه هنضيف لها اللبن. هنا هضيف النشادر على نص كوبايه اللبن واقلبهم كويس، واللبن يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش طالع من التلاجة، مش عايزاه يبقى ساقع ابدا. هضيف اللبن على مرتين، هضيف جزء كده وادمجه الاول، وبعد كده هضيف الجزء اللي بعده واستمر بقى في العجن لحد ما العجينه تتشرب السوائل كلها. هفضل اعجن فيها، احس ان العجينة ساحت مني شوية وبتشبط، بس مع شوية عجن هتلم معايا بالشكل ده كده وتبقى عجينة طرية ملمومة. زي ما انتم شايفين البولة بتاعتي نظيفة. زي ما قلت لكم بعد ما تضيفوا السوائل هتحسوا ان هي سايحة معاكم شوية، بس هتلاقوها بعد كده لمت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، عجينة طرية وحلوة جدا وهتمشي معاكم في المكنة حلوة قوي. هبدأ بقى احطها في المكنة وعلى صاج مدهون زيت خفيف خالص، مسحاه كده يدوبك بالمنديل. هنزل بالبسكوت بتاعي. زي ما انتم شايفين طالع من المكنة النقشة واضحة فيه، مش بتقطع، عجينة طرية وحلوة معايا. وفي الوقت ده بقى هشغل الفرن على درجة حرارة 180 عشان يسخن مع بال ما اكون رصيت الصاج بتاعي. زي ما انتم شايفين كده انا هنا بساوي الحروف بتاعته عشان بس يبقى شكله حلو.
ممكن كمان تضغطوا بس ضغطة خفيفة كده بالسكينة عشان تساووا الحروف بتاعتكم. هدخله بقى الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 زي ما قلتلكم، ولما يستوي من تحت او ياخد لون هرفعه في رف مرتفع عشان الوش بتاعه يحمر. ولو حسيتوا انتم محتاجين تشغلوا عليه شواية شغلوه عليه، بس يكون بعيد عنها، يعني يكون في نص الفرن تقريبا، ما يكونش قريب منها قوي عشان ما يتحرقش او ياخد لون زيادة. ولو عندكم مروحة في الفرن ممكن ان انتوا تشغلوها، هياخد لون موحد برضو حلو. زي ما انتوا شايفين كده بيقعد تقريبا حوالي ربع ساعة في الفرن وبيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، اخد لون موحد وشكله حلو ولونه حلو وطعمه حلو جدا ومقرمش، والرسمة بتاعته ما راحتش ولا انتفخ قوي، يعني يدوبك كده انتفخ حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. والنقشة بتاعته موجودة لان كمية النشادر بتاعتنا كمية معتدلة. لو زودنا النشادر عن كده هنبص نلاقيه انتفخ وبقى من جوه لونه ابيض، ويعني من جوه هيبقى عجينة كده، مش اخد قرمشة البسكوت ولا اللي هو النشفان بتاع البسكوت، هيبقى طري ولونه فاتح ومش هيبقى حلو قوي وتحس ان هو مستواش. زي ما انتوا شايفين كده مفرغ من ورا ازاي، وهوريهولكوا برضو من جوه. شايفين ارتفاعه بسيط ومقرمش ومخرفش كده زي ما بيقولوا، والرسمة بتاعته واضحة ومستوي من جوه ومن بره. يعني وصفة بجد حلوة قوي، يا رب تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل عشان يوصلكوا كل اشعارات فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله.